بطل حكايتنا النهاردة اتجوز 60 مرة وزار تل أبيب 38 مرة ورجع صاغ سليم. أصله مصري والمصري معروف بجبروت. ده جمعة الشوان، واعتقد معظمكم عارفينه، ولو ما صادفش انكم شفتوه قبل كده فهو راجل أشبه بالله والخافي. الشيطان نفسه لما يشوفه يقول يا رحمن يا رحيم. جايب ده كله منين؟ أو شايفين الشيطان ده نفسه بقى اللي دخل بنيارة صاحبتي وجوزها الله يمسيه بالخير لما جات لي متشحتفه بتقولي ان جوزها بيعايرها بقله علمها. زمانك بتقولوا احنا مالنا يا اروى بيرة وحكايتها اللي ما بتخلصش. هقول لكم عيب والله لما بحللت المشاكل بتاعت الناس وما اقفش جنب يارا صاحبتي. عشان كده قررت اخليها تكسب النقاش المره الجايه، وجبت ليكم وليها قصه جمعه الشوان من طقطق لسلام عليكم. بص يا سيدي، احمد الهوان اللي هو نفسه جمعه الشوان اتولد جوه عيله مكونه من 11 شخص، اللهم لا حسد يعني. هو بقى كان ترتيبه الخامس بين اخواته. احمد او جمعه اتعلم لحد الابتدائيه، ولان الحاله ما كانتش احسن حاجه وبقى قال له بقول لك ايه يا احمد، مش بقيت بتعرف تفك الخط؟ كفايه عليك كده، تعالى بقى وساعدني في محل البقاله بتاعي. طبعا احمد مش هيقدر يكسر كلام باباه فوافق، بس ما عجبوش الحال ده وبدا يحاول يقلب رزقه في حاجه تانية. وفعلا ما كتبش خبر وراح يشتغل مع خاله جابر، وجاب سقف الشغلانه وكون نفسه. بس حصل اللي ما كانش حد مصدقه، وللاسف جت النكسه. وبعد ما الزهر لعب معاه ساب بلده بسبب التهجير الإجباري اللي حصل ساعة النكسة، وراح القاهرة، وهناك بقى صرف تحويشة العمر ورجع على الحديدة من تاني. وفضل الحال يضيق بيه لحد ما قابل خواجة وشكل من ضيق حاله. فالخواجة قال له ايه رأيك يا أحمد لو سفرتك وشغلتك ب180 جنيه استرليني؟ طبعا أحمد وافق، ده كان بيسير في تراب الشارع هنا من الفقر. وهناك لما سافر قابل واحد وعرض عليه شغل بفلوس أكتر من الخواجة، ولأن البحر بيحب الزيادة وافق واتفق على الميعاد. وراح أحمد على الميعاد، بس هناك ملقاش الراجل، وبدل ما أحمد يتكعبل في الراجل اتكعبل في بنتين هما جوجو ومي. وهو ما صدق ووقع لشوشته في حب أستاذة جوجو هانم، وهي عشان تداوبه فيها أكتر بدأت تقابله كل شوية وتفرش ليه طقم الحنية. وهو ما صدق، ولد وحداني وقاعد في الغربة لوحده. أحمد كان كل ما يروح لبلد شكل يلاقي جوجو مستنياه، أصل الحب مولع في الذرة للآخر. وفي يوم من الأيام أحمد اتعرف على شابين، دول بقى فتحوا ليه باب رزق تاني وفلوس ملهاش أول من الآخر، في مقابل إنه نجيب ليهم شوية معلومات عن سفن في السويس. طب ليه عايزين نجيب المعلومات؟ عشان خاطر عايزين نشتري يعني شوية سفن من هناك. وطبعا الهوان حس إن الحكاية فيها فقال ما بداش، أنا لازم أقابل عبد الناصر واحكي له هو بقى يتصرف. وفعلا قابل عبد الناصر وقال له كل اللي شافه وحصل معاه في الوقت ده. في الوقت ده عبد الناصر حس ان فعلا شباب بلده في ظهره ويقدر يتسند عليهم، وكلف المخابرات انها تدرب الهوان، وتحديدا اللي وقع عبد السلام محجوب. وعلشان الحكايه تتسبك صح ويبان جمعه قدام الموساد انه معاهم لحد الاخر، عمل ليهم كل اللي هم عايزينه منه ونقل ليهم كل المعلومات اللي بيطلبوها. بس طبعا ده كان بعلم وتنسيق مع المخابرات المصريه، ولان الايد لوحدها ما تسقفش فضل الحال على كده لحد ما اللي ما يتسموش حسوا ان جمعه هو ابنهم الوفي. بس على مين؟ ده ملبسهم العمه من بدري لحد ما جينا اليوم العبور وبعدها ب4 ايام. اللي ما يتسموش طلبوا منه انه يروح ليهم تل ابيب بسرعه من خلال ايطاليا، وجمعه ما كدبش خبر وراح ليهم رغم انه كان مرعوب احسن يكون اتكشف. وراح وسبك الدور عليهم. هم فعلا الشك اتملك منهم على الاخر وكانوا متاكدين انه كذاب، فحطوه على جهاز كشف الكذب. بس على مين؟ المخابرات كانت مدربه احمد على جهاز كشف الكذب، وقدر جمعه انه يخدع اللي ما يتسموش ويخليهم يثقوا فيه تاني. ورجع يتقابل مع اهم القيادات في اسرائيل عشان يتفقوا على المخطط. ومش كده وبس، دول ادوله اهم جهاز ارسال في العالم هديه ليه، وبعتوه القاهره تاني عشان يقول لهم الاخبار اول باول. وفعلا اول ما وصل الهوان لمصر بعت ليهم رساله نصها من المخابرات المصريه الى رجال الموساد الاسرائيلي: نشكركم لتعاونكم معنا عن طريق رجلنا جمعه الشوان، والى اللقاء في جولات اخرى. الرساله دي ما عدتش للساهل، دي خلت الست ضباط المسؤولين عنه ينتحروا. الهوان اللهم لا حسد اتجوز 60 مرة عرفي، ومنهم جوزته من السندريلا سعاد حسني. أصله كان مدوبهم 7، لأ 7 إيه، قول 107 كده. بجند أستاذة جوجو الله يمسيها بالخير وخلاها أسلمت. تخيلوا برضه الراجل المصري جبار. وعشان تعرفوا غلاوتكم عندي عاملة لكم حلقة عن أستاذة جوجو بجلالة قدرها لوحدها، هنزلها لكم قريب إن شاء الله. وزي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين قدام جاسوس مصري أصيل قدم ليها كتير، بس الله يمسيه بالخير كان مدوبهم حواليه. أصله كان متبع استراتيجية الراجل اللي على الحق ما يقولش للفاكهة لأ.